وتجيب ايه علبة كبريت، وتجيب عود كبريت اهو، وهنعمل كده. كونا الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد على تصليح اللندن ليد اللي بتبربش. هوريكم الطريقة لو عندك لندة بتبربش هتعمل فيها ايه، وتعملها ازاي، وازاي هنلحمها برضو بطريقة جديدة برضو. واحنا الطريقة دي جديدة برضو، احنا بنجربها، نفعت ما نفعتش ما نفعتش يعني. احنا بنشوف الحاجات الجديدة وبنعملها، احنا بنجرب اللندة ايه. طبعا هي بص، كل اللي يشوفها كده يقول لك ايه، ومفيش نقطة سودا ان هي ايه، بايظة، دايرة بايظة من جوه. طبعا عاوزة تتقاس. طبعا في ناس اصلا مبتدئين ما يعرفوش الكلام ده. يعني احنا بنقول للناس البسطاء ازاي انت تعمل ايه. انت بقى بتجرب لوندك وتقيس بقى، يعني مثلا بتقيس ايه، شوفها هيبقى عيب دايرة ولا عيب ايه، لندا. كده بتقيس اهي. طبعا السلكة هنا بيبقى احسن عشان بتبقى رفيعة. ايوه، هي تقريبا العيب من هنا. ايوه اهي كده، العيب من دي، اللندا دي هي اللي بتخليها كلها بتبربش. طبعا كل اللي يبص على كده يقول لك ايه ده، العيب هيبقى فيه عيب دايره من هنا. لا، انت بتجرب اللوند بتاعتك. احنا بنتكلم عن الناس البسيطه، الناس طبعا اللي عارفه هي هتقيس، هتجيب الاوفوميتر وتقيس. اما الناس اللي هي البسيطه تجرب اللوند بتاعتها كلها، لقيتها كلها كده خلاص يبقى عيب دايره. هو مش هيعرف مثلا يعمل حاجه في الدايره، خلاص يركنها. طلعت عيب بقى لندا ليد، بايه بتعملها بالطريقه اللي احنا بنقول عليها بقى، تعملها باي طريقه بقى جديده اللي هي بتعملها البسيطه. طبعا احنا كده عرفنا اللندا اهي، ونفكها بقى كده، وهنجيب القطر احنا معلمينها اهي، وهنعملها كده اهي اهي. طبعا يعني بص عملناها اهي، هنجرب تاني اهو. طبعا هتجيب ايه اهي، وعاملين لنا عازل اهو يا جدعان، عازل، ونشوف هو ولا مش هي اهي. هي دي. طبعا انا هنعمل ايه بقى، بالعسل النحل. دي تجربة يا جدعان، احنا بنجرب وانتوا معانا، ما بنجربش لوحدنا وبعد كده نعمل. احنا بنجرب واحنا تفتح بقى علبة العسل النحل، وتجيب ايه علبة كبريت، وتجيب عود كبريت اهو، وهنعمل كده، وهتاخد نقطة، وهتيجي هنا على النقطة هنا كده يا جدعان. العسل اهو
طبعا احنا عملنا عليها ايه، وهنجيب البتاع كده. كده العسل ما نفعش، ما قفلش دايره معايا. كده احنا كنا بنوريكم طريقه البربشه ازاي تعملها. هنيجي بقى كده، احنا بنبص بنجرب كل الطرق معاكم يا جدعان، وهنمسحها. وهتجيب بقى ايه حته صنفره، اهي. اهي. وهتعمل ايه بقى؟ بكلم عن الناس اللي في البيت اللي ما عندهاش مكنه الزير ولا اي حاجه. هتيجي هنا بحاجه حاده زي كده، وتعملها كده. بص كحتناها كده، وانا هقفل بقى كده. هي عاوزه حاجه حاده تعملها جامد قوي يعني. اهي. انا بتكلم عن اللي ما عندوش حاجه في البيت يلحم بيها. انا وريتكم اهو اللنده اللي بتبربش، وجربنا فيها العسل، قلنا تجربه جديده وما جابتش نتيجه. ايه عملنا لكم بابسط حاجه، ان انت تكحتها وتشتغل. اه. طبعا هو طبعا كده احنا خلصنا الفيديو على كده. احنا بنجيب لكم حاجات بسيطه واي حد يعملها. اهم حاجه تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، وادعوا لاخواتنا في فلسطين وفي السودان، ربنا يقويهم. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك. اهم حاجه اللايك عشان الفيديو ينتشر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد مع قناه محمد دش، قناه فن الحرف والمنوعات.